بعض المرات كتبقى تسول راسك واش فعلا عندي شي صحاب ولا دايرين بيا غدياب، وخاصة ملي كيطيح الانسان في شي موقف صعيب وكيكون محتاج شي حد في جنبه، وملي كيدور بجنابو كيلقاها خاوية على عروشها. وفينكم اصحاب لابيلات والميساجات؟ قاداو ليكم دابا، راه هذا هو الوقت اللي راني محتاج فيه شي حد يوقف معايا. ومن هناك كتبقى تدور في حلقة مفرغة، واليوم من بعد هاد الحلقة غتولي تفرق ما بين اللي صحابك ديال بصح ولا غير فيك، وغتولي تعرف شكون هما الصحاب ديال بصح اللي ما خصكش تفرط فيهم، وشكون هما اللي غير زايد ناقص وتقدر دير بهم الناقص بلا ما تبدل حتى حاجه في حياتك. فيلا مشينا باش نعرفوا هادشي كامل. ملي كنتزادوا اول مره ما كيكون عندك حتى حد في حياتك من الصحاب، حيت ديك الساعات كتكون باقي ما دخلتي في الواقع الخارجي ومازال ما احتكيتي بيه. وكل ما الانسان كيبدا يكبر شويه كيبدا يكون واحد الدائره ديال الصحاب اللي صالحين واللي ماشي صالحين. وهذا الشيء كيبدا مع اول طلاقه ليك مع العالم الخارجي واللي هي الزنقه. الزنقه وما ادراك ما الزنقه. فكتبدا تلعب مع ود جيرانكم، مع ود الدرب اللي موراكم، وحتى مع ود الدرب الاخر. ومن هنا كيبدا الكونتور ديال الصحاب كيحسب. وفي هذه المرحله كتكون الصداقه بسيطه، كتجمعكم شي لعبه ولا جوج، وهي اللي كتشكل محور الصداقه ديالكم. وداكشي على حساب كاين اللي مجموعين كيلعبوا بالتراب، وكاين اللي مجموعين لاعبين بشي بازل ولا شي العاب اللي ما كيكونوش موفر عند كلشي. وهاد الصحاب نيت احتمال كبير يكملوا معاك الرحله لثاني حاجه كتواجه من بعد الزنقه واللي هي المدرسه. فتما كيكونوا دوك ولاد الدرب، وعاد تقدر تزيد عليهم ولاد الدرب اللي بعيد شويه. والانسان ملي كيكون صغير كلشي المفاهيم المعقده كتكون بسيطه عندنا، كلشي داير على هاك نذوقاك، اعطيني هادي ونعطيك الاخرى. وكل ما الواحد كيكبر وكتبدا تتعقد الامور بشويه بشويه. والانسان بطبيعته ماشي حاجه عاديه، هو كائن معقد في حد ذاته. المهم ما علينا دابا. وكل ما تبدلات المرحله العمريه ديالنا كل ما ولاو عندنا اشخاص جداد في حياتنا، وماشي غير كيدخلوا وحدين جداد وصافي، مي حتى وحدين اخرين كتسالي الرحله ديالهم ديال الصداقه وكنبداو صفحه جديده بلا بيهم. وهادشي كيطرا بعض المرات كتكون الاسباب واضحه وباينه، وبعض المرات غير كيجي داكشي وصافي. وخاصه ان الانسان غادي وكينضج فكريا وجسديا وفي جميع النواحي. وملي كتفتح التليفون ديالك كتلقى راسك عندك الناس اللي كتعرفهم من كل مرحله، ها اللي من مرحله الليسي، وها اللي من مرحله مورا الباك، وها اللي من الخدمه. وكل ما بدلتي خدمه كتلقى راسك ولاو عندك ناس جداد عاوتاني. وبكثره الناس اللي كيدخلوا وكيخرجوا ما كتبقاش عارف راسك مع من انا، وعلى حساب المستوى الاجتماعي ديال كل واحد فينا، بحيث كل ما كان المستوى الاجتماعي طالع في النيفو كل ما كيكون صعيب تفرق ما بين اللي صديق ديال بصح والصديق اللي غير سميت صديق وصافي. وتقدر تبان لك بان بزاف ديال الناس غير زايدين في حياتك، وتولي تفرق ما بين اللي معاك واللي غير داير راسو معاك، وشكون اللي خاصني نخلي وشكون اللي خاصني نقص. والسؤال اللي مطروح دابا هو شنو هي الصداقه من الاساس؟ العلماء عرفوا الصديق بانه هو داك الانسان اللي كتحس براسك مكونيكتي معاه، وهو داك الانسان اللي كاين في حياتك لشي سبب معين، فحال انه يعاونك مثلا. وراه ماشي اي حد تلاقيتي معاه وهضرتي انت وياه واحد 5 دقائق راه هو صديق، لا، وانما العلاقه ديالك مع هذا الصديق خاصها تكون كتميز بثلاثه ديال الحوايج باش تكون صداقه ديال بصح. والاولى انها تكون ستابل، ماشي اليوم صاحبي وغدا قالب عليا وكانه ما كيعرفنيش. والثانيه انها تدوم لمده طويله وماشي تدوم غير سيمانه وصافي، وتكون ايجابيه بشي طريقه. والاخر والمهم انها تكون قائمه على مبدا التعاون، ملي كيشوفك واحد كيعاونك وملي كتشوف واحد كتعاونه، وديما تكون هاد اللعيبه حاضره. والا باش غيكون صاحبك الا ما كانش حاضر ناظر، فراه غيولي اي شخص في الزنقه احسن من هذا اللي غتقول عليه صاحب. وحاليا ولات ساهله يولي عندك شي حد اللي تقدر تقول ليه راه صاحب، فغير بشي ميساج ولا انفيتاسيون ولا شويه ديال الهضره اي حد يقدر يقول راه صاحبي وعشيري. وفي الواقع ان الهضره ما كايناش في الواقع كاع، يعني ان الانسان كتلاقى معاه وكتعطر معاه كل نهار وماشي كافي بانك تقول راك كتعرف. علاسي راك كتعرف غير ديك البارتي اللي كتشوفها منه، اما الا بغيتي تعرف الشخصيه الحقيقيه ديالو فراه هذيك اسوار اخرى. وهنا كتجي لبان ديك القصه ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع واحد الشاهد اللي جا عنده باش يشهد، فقال لي عمر بن الخطاب لا اعرفك
ولا يضرني أنني لا أعرفه، ولكن ائتني بمن يعرفه، لأنه رضي الله عنه غادي يحكم بالحق سواء كيعرفوا ولا ما كيعرفوش. فقام رجل وقال: أنا أعرفه يا عمر. فقال له عمر رضي الله عنه: أنت جاره الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: أسافرت معه؟ فإن السفر يسفر عن الرجال. فقال: لا. قال: أعاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: فاجلس فإنك لا تعرفه. ومن هنا كيبان لنا بأن السمول توكس والهضره ما كتعطيش صورة حقيقية على الإنسان. علاش؟ لأنه بكل بساطة وحنا مع الناس ما كنحاولوش نكونوا طبيعيين، ضروري ما كنبغيو نبانو في احسن صوره قدامهم، وهذا الشيء ما كيخليناش نكونوا حنا ديال بصح. وحنا الحقيقيين هما اللي كيكونوا في الدار وسط ربعه الحيوط، والانسان الحقيقي كيبان ملي كتسلفوا شي فلوس واش غادي يردهم ليك ولا مشاو. والسفر حيتاش كيخرج الانسان من الكومفورت زون ديالو ومن ديك البلاصه اللي كيلعب فيها وحافظها، من بلاصه ديال الخدمه والدرب، وكيمشي لشي بلاصه اللي كيولي كيخرج الشخصيه الحقيقيه ديالو بزز منه باش يتعامل مع الناس جداد اللي غيتلاقى ويحل المشاكل الجداد اللي غيلقاهم في طريقه. والانسان اللي ديما في الزون غيبقى يعاود نفس العادات حتى كيولي كيديرهم بلا ما يفكر فيهم. فالصديق الحقيقي هو داك الانسان اللي ما كيبدلش الجلده ديالو بسبب شي حاجه طرات، هو الانسان اللي كيفكر ليك في بلاصتك وانت ما كاينش معاه. وفين مازال تلقى هاد الناس؟ متفق معاك، هما قلال ولكن راه مازال كاينين. ولا لقيتي شي حد ما تطلقش منه وعاملو بحال خوك، حيت هو اللي غتلقاه في جنبك في وقت الشده والضيق وملي غتكون الدنيا مقلوبه عندك. حيت حنا راه في اخر مطاف غير انسان وكنحتاجوا الناس يوقفوا معنا، يا اما باش يسمعوا غير المشاكل ديالنا وما كتلقاش اللي يعطيك ودنيه، اولا تبغي شي حد اللي يعاونك تحل داك المشكل اللي انت فيه وبلا ما يكثر عليك كثره الفهمات من كيفاش وعلاش. الصاحب ديال بصح كيعاونك في وقت الحزن وكيموت معاك بالجهد اللي عنده، وماشي كيدير هادشي باش تردوا ليه شي نهار ويبدا كل مره يهضر عليه. الصاحب ديال بصح كيدير معاك هادشي حيت في قلبه الخير وعارف بان الدنيا كدور والدوره ديال الخير حتى هي كدور. وهنا خصنا نفرقوا ما بين الصحاب اللي كاينين ديما والصاحب ديال بصح. فراه كاين صاحبك ديال القهوه وصاحبك ديال الخدمه وصاحبك ديال لاصال، فهاد الناس تقدر تطور الصداقه ديالك معاهم وتولي اكثر من هادشي. مي راه ماشي كلشي يستاهل تحطو في هاد الدرجه. فراه داك الانسان خاصو يكون واقف معاك في اي حاجه وخاصه في وقت الشده، حيت الدائره ديال صحابك ديال بصح خاصها تكون VIP وماشي اي واحد ندخلو ليها. وبزاف ديال الناس تقدر تصدم في التصرفات ديالو سواء في وقت الشده ولا في وقت الرفاهيه. فاش كتعيط ليه مثلا وانت محتاجو تيقول لك اسمح لي ما عنديش الوقت مساليش دابا. الواعره هي ملي كتلقاه بالصدفه في ذاك الوقت هو مسالي نيت، تما كتعرف الاصدقاء ديال بصح ماشي هكا كيكون. ولو كان عنده شي عذر حقيقي ولا شي قوه قاهره ممكن تقبل منه، ولكن ملي احتاجيتيه في ذاك الوقت وما كانش موجود، او ممكن يكون شي حد ما كتعرفوش دايز في الزنقه يقدر يوقف معاك في حين اللي اعتبرتيه صديقك ديال بصح ما كانش حاضر. فالصديق الحقيقي كيخلي كلشي في يدو كيجي لعندك، والصديق اللي ما كيكونش صريح معاك غاقلب عليه ويكون صريح معاك في كلشي. مثلا في انه لما قدرش يمشي معاك لشي بلاصه يقول لك اسمح لي يا خويا راه ما نقدرش نمشي معاك، علاش وعلاش. والصراحه تكون حتى عليك انت، الا كانت مثلا فيك شي حاجه خايبه يقولها لك. ما كنهضرش على داك النوع ديال الناس اللي كيدير راسو كيقول لك الصراحه وباغي لك الخير، هو غير كيضحك عليك. فاش كيكون الناس مجموعين كيدير راسو كيضحك معاك، وملي الناس كيضحكوا عليك كيكون هو الاول معاهم، وهو مورا ظهرك كيجبد كاع دوك الحوايج اللي انت ما باغيش شي حد يهضر فيهم. ما بلانش صاحبك خاص يكون هو مريتك اللي كتشوف فيها راسك والعيوب اللي فيك وبلا ما يديرهم سلاح باش يتيري فيك. الصراحه هي حاجه مهمه في الصديق الحقيقي، حيت كتفتح ليك عينيك على شي حوايج ما راتش ليهم البال، فكيقول لك الصراحه اللي فيك باش انت تزيد لقدام. وباش تفادى هذا الشيء من الاساس ما يكونش لسانك مطلوق الا لداك صاحبك اللي فيه الخير وكيحاول ديما يدير شي افعال ديال الخير ليك واخا ما تكونش انت كاين. وكيفاش غتعرفوا بانه كيقول الصراحه؟ فاش كيكون كلامه منطقي وما فيش بزاف ديال التناقض. وكاينين الناس اللي كيتبدلوا ملي كيسمعوك تزادت عليك شي حاجه. فاش كتنجح في شي حاجه في الحياه ولو مثلا غير شريتي شي تليفون جديد ولا شي بيسي جديد، الصديق الحقيقي كيفرح لك الحوايج الصغار بحال الحوايج الكبار وكيعيش معاك اللحظه ديال النجاح والفرحه وماشي كتحس بيه قلبه تبدل من جهته وما كيبقاش كيف كان قبل بسبب الحسد ولا الغيره. ولا حسيتي بشي وقت من الاوقات باللي راه خاصك تخبي النجاح ديالك منه، فراه هذا دليل على انه ماشي صديق ديال بصح. الصديق الحقيقي هو اللي كتمشي تجري التليفون باش تعيط ليه وتشارك معاه اللحظات الزوينه ديال الفرح
كلشي عارف فهاد الزمان صعيب تلقى اصدقاء ديال بصح، وخاصك تحفر باش تلقاهم، فراهم عملات نادره. الصديق ديال بصح هو اللي كيبغيك انت اللي كنت، ماشي مرتبط بشي حاجه ماديه فيك بحال الجمال ولا الفلوس، حيت نهار يمشي هاد الشيء حتى هو غيمشي معاهم. واللي معاك لله في سبيل الله وكيبغيك حيت الشخصيه والطباع ديالكم قراب ومشابهين، فراه هاد النوع ما تفرطش فيه. والناس الاخرين راه غنتعاملوا معاهم مزيان ونديروا معاهم الخير بلا ما تسنى المقابل اللحظي ديال دابا ولا البعدي ديال من بعد. وهنا الانسان غيولي يعيش بيس وغتحس بواحد الراحه ديال البال ماشي عادي. وهذا ما كان من العبر ديال اليوم.